السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بكم حبايبي في قناتكم سفرة دايمة مع الحبايب. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع الأكلة حبيبة الناس، حبيبة الشتاء بالذات. هنعمل محشي الكرنب كده بتكات مختلفة. بس قبل ما نبدأ ما تنسينيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان تبقي جزء من عيلتي بإذن الله. تمام. أنا هنا كنت حاطة مية سخنة. تمام. هحط فيها شوية من الملح وحبة من الكمون، طبعا اساسي في سلق الكرنب. بعد كده هسقط فيها الكرنبايه. طبعا لو الحله عندك كبيره ممكن تحطي الكرنبايه كلها، او لو مثلا مش كبيره ممكن تشيلي مثلا كام ورقه كده من الكرنبايه وبعد كده تحطي الباقي. وبقلبها طبعا على جميع الجوانب بحيث ان هي تكون السخونيه واصله لجميع الكرنبايه. تمام. اول ما احس ان هي مثلا خلاص قربت على السوا، بشيل مثلا بتسلك معاكي بكل سهوله خالص زي ما انت شايفه. تمام. دي طريقة. عندك طريقة تانية بس لو تسهلي على نفسك اللي انت مثلا تحطي ورقتين ورقتين بحيث اللي انت تكفي الكرنباية كلها. دي طريقة تشوفي الانسب لحضرتك. تمام. بعد بقى طبعا ما سلقنا الكرنباية هنسوي بقى طبعا الورق بتاعنا بحيث اللي هي طريقة المحشي كده تبقى سهلة علينا وما بتبقاش صعبة. تمام. هنشيل مثلا العرق كده وهنلف كده الكرنباية كده زي الرول كده ونقسمها على 3، ونشيل مثلا الاجزاء الزياده منها. وبعد كده ان كده هتبقى سهله عليكي تقطعيها بالحجم اللي انت عايزاه. يعني في ناس مثلا بتحبها حجم وسط وفي ناس بتحبها مثلا صابع صغير، ده بترجع لك انت بقى. كده هتبقى سهل عليكي خالص اللي انت إيه ت... يعني ما تضيعيش كل وقت او طول اليوم كده وانت بتعملي المحشي، بتسهل عليكي الطريقه دي جدا. هعمل معاكم واحده تانية. طبعا بتشيلي العرق زي ما قلت لك وبتلفيها رول كده وبتقسميها على الجزء اللي انت عايزاه. في ناس بتقسمها على 4، في ناس بتقسمها على 3. دي على حسب اللي انت عايزاه. طبعا الطريقه دي هتسهل عليكي الوقت. وده الكمية اللي بتاعت الكرنباية بتاعتنا كله قد بعض، يعني كل الصابع هيبقى قد التاني، هيبقى سهل عليكي خالص اللي انت تلفيه بسهولة. تمام. طبعا العروق دي انا ما تخلصتش منها، هنحتاجها هقولك بعدين. تمام. ما تتسيبهاش، ديت هتساعد معاكي في التسوية. تيجي بقى في التسبيكة بتاعت الصلصة بتاعت المحشي اللي طبعا انا الحمد لله مشهورة بيها، لان انا حتى حطيت سمنة وزيت. وطبعا انا كنت عاملة في الكبة مش قوي مش فرماه قوي، هو بصل وفلفل اخضر عادي. لو حابة اللي هو تبقى حار دي بترجع لك انتي. تمام. وهرش بقى حبة من الفلفل الاسمر وحبة من الملح، ده بتساعد البصل يدبل بسرعة. وفي تكة كده انا بعملها، طبعا اختياري لو حضرتك حابة تعمليها على طريقتي. اللي انا مثلا الدوش او اللية باخد منها كام حتة كده وبنزلها كده مع البصل اللي احنا عايزين ريحة اللية او الطعم بتاعها يبقى في المحشي بتاعنا. طب بتديكي تكة جميلة جدا. يا دوبك بس تشوحيها كده كام شويه صغيرين كده وبعد كده تتخلصي منها. او لو عايزاها تتنيها معاكي في لغايه ما تخلصي التسبيكه، انا بس عايزه الريحه بتاعه الضاني تبقى في التسبيكه بتاعتي. بعد كده بقى نزلت فيها بطماطم انا طبعا مسبكاها، يعني نص تسبيكه كده صلصه كده. ان شاء الله هنعمل مع بعض الطريقه اللي انت تخزني بيها الطماطم تبقى سهله عليكي في الاستخدام. نزلت بقى مثلا بحبه من الفلفل الاسمر وحبه من البابريكا وحبه من البهارات 7 بهارات. وطبعا رشه من القرفه، والقرفه دي عامه بتبقى اختياري، بس بتدي طعم جميل جدا للمحشي. وطبعا هنزل بها بالكزبرة، وننزل بقى مثلا بالملح بتاعنا. كده التوابل دي بس اللي بستخدمها في ال في التسبيكة بتاعة المحشي. بصراحة والله الطريقة ديت لو عملتيها تعجبك جدا وهتعجب اللي حواليكي وهتقولي يا سلام على احلى محشي عملته. نسيبه بقى كده يتسبك كده براحته. تعرفي منين اللي هو الصلصة اتسبكت؟ لما تلاقي مثلا الزيت طلع على الوش. هنا بقى في تكة تانية انا بعملها، الخضرة بنزلها وبنزل الرز بعد ما اكون انا غسلاه طبعا يتشوح مع الصلصة بحيث ياخد من التتبيلة كلها وياخد من نخش بقى على الحاجة الحلوة اللي انا بحب اعملها محشي الكرنب بيها اللي هو الستيك.
او اللحمه، طبعا على حسب انت بترجعلك. مثلا انا هنا معايا ستيك مقطعاه مثلا على كذا قطع، تمام. التتبيله بتاعته بس البصل والملح والفلفل بس، بشوحه مثلا كده على الجريل كده على كل جانب، بس اللي هو مثلا يعتبر نص تسويه، طبعا لان احنا هنحطه في البرام بتاعنا ياخد التسويه مع المحشي. وعلى كل جانب كده بحط مثلا حبه من الفلفل الاسمر، واخر حاجه هحطها هي الملح. بس يمشي مثلا بعد ما خدت وش كده على جميع الجوانب، هنزل بالبصل بتاعنا يكون مقطعه مثلا جوليان. بعد كده هقلب كده بحيث ان البصل يدبل مع الستيك، وبعد كده هنغطيه فتره بحيث مثلا يوصل زي ما قلت لك لنص التسويه كده. واخر حاجه هنحطها رشه بسيطه جدا من الملح، وما تقلقيش من الملح، مش هيأخر سواه، لان طبعا سواه هيكمل مع المحشي بتاعنا. طبعا دي التسبيكه بتاعتنا. شايفه الرز كده جميل واللون تحفه بصراحه، الريحه مش عايزه اقولك جميله جدا. يا رب كده الوصفه لغايه دلوقتي تكون بسيطه عليكي، وما تنسينيش بقى باحلى لايك من حضرتك. طبعا بقى ايه، زي ما سهلنا على نفسنا الاول اللي احنا قطعنا الكرنب كده في الاول يا دوبك على اللف. طبعا ده الحجم اللي انا بحبه، طبعا دي على الحجم اللي انت عايزاه بتلفيه. نخلص بقى الكمية مع بعض كده اهوت. لو وصلت بقى معايا هنا نصلي على الحبيب عشان قلبك يطيب بإذن الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وما ننساش ندعي اخواننا في فلسطين، ربنا يفك أزمتهم يا رب وينصرهم، اللهم امين يا رب العالمين. هنا بقى معايا الفخار اللي انا هسوي فيه المحشي، طبعا دهنته بمعلقه من السمنه. وطبعا قلتلك العروق اللي احنا خدناها هنحطها بس كده في قعر الفخار، وننزل بالقطع اللحمة بتاعتنا نسويها كده بحيث اللي هي تاخد بقية التسوية بتاعتها مع المحشي بتاعنا. نبدأ بقى نرص كده من الجوانب، يعني نبدأ خطوة بخطوة كده، وبحيث اللي احنا مثلا ايه ما نزنقش الصابع مع بعضه، لا ندي مساحة بحيث اللي لما تيجي تسقيه بالشوربة ما يعجنش معاكي. وتخلي بالك من نقطة التسقية ديت، لانك انت لو اتعاملتي معاه كأنك بتحطيها في الحلة، كأن محشي في الحلة، هيعجن معاكي. بتاخدي مثلا نص من كمية الشوربة اللي انت كنت بتستخدميها مثلا في الحلة. طبعا احنا هنغطيه الفخار بالفويل وهياخد تسوية خالص. بعد ما خلصت بقى الكمية دي كلها، وزي ما قلت لك احنا بنسيب صابع كده على البرام، ان احنا مثلا ما نكبسي المحشي فيه. هنا معايا شوربة من اللحمة، طبعا على اي نوع شوربة انت بتستخدميه. وحطيت معلقتين 3 من الصلصة، عشان طبعا تدي المحشي بتاعنا عامة مش مستاهل اللي هو اللون. الحمد لله التسبيكة جميلة جدا. هنا بقى نسقي بيها المحشي بتاعنا، نسقي الشوربة، تمام. نحط شوية ونقعد نحرك الفخار كده شوية بشوية كده لغاية ما نحصل على اللي يكون المحشي كله واخد شوربة، تمام. انا بوريكي هنا اللي المثل لازم يكون الشوربة مقدار عقل الصابع، يعني تسيبي بس مقدار عقل الصابع في الفخار. يعني انا هنا لقيته محتاج شوية، قمت زودته. بعد كده بقى غطيته بالورق الفويل، وهسيبه بقى في الفرن على الرف الوسطاني، تمام، لمدة ساعة ونص. وطلع معايا بالشكل اللي انت شايفاه ده. بصراحة كان ريحته جميلة جدا، كان بصراحة طعمه كان روعة. وان شاء الله هتجربيه على طريقتي وهتعجبك بإذن الله. يا رب يكون الوصفة عجبتك وتبقى سهلة على حضرتك. ما تنسينيش بقى بلايك وشير وسبسكرايب ودعمك ليا عشان تبقوا جزء من عيلتي بإذن الله. مع السلامة.